يرفعوا قضيه شفعه ولا يتصرفوا ازاي؟ استاذ محمد عندك سؤال ليها؟ لا لا خلاص يا مدام منى. شكرا لاتصالك يا مدام منى، وهيرد عليكي حالا يا استاذ محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا حق البنات في هذه الشقه ثابت بقوه القانون وبقوه النص. امتد اليهم عقد الايجار بمجرد الوفاء لانهم مقيمين مع المستاجره الاصليه اللي هي والدتهم. تمام. اما انه المالكه الجديده تحاول ان تكسر الشقه وتخش بالفتوانه بالبلدي، ده امر غير جائز قانونا. والبنات الحق ان يذهبوا الى القسم اللي تابع ليه الشقه المؤجره دي ويعملوا محضر اثبات حاله، والشهود الجيران من الجيران الملاصقين يشهدوا انه العين دي تخصهم. فيستطيعوا ان يؤمنوا نفسهم قبل هذه السيده. لو بعد اذنك يعني كويس ان التليفون جه، لو البنات دول خلفوا اتجوزوا وخلفوا وبرضه جوه الشقه يعني، طيب هل الايجار ده وايجار بيستمر مع الاحفاد كمان؟ لا 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 خلاص، هي النهارده بعد 2002 أيوة. المحكمه الدستوريه قطعت في هذا الامر واصبح الحق للاولاد والوالدين والزوجه فقط ليس إلا. وقبل 2002؟ قبل 2002 اللي اصحاب المراكز المستقره خلاص استقر مركزهم حتى لو كان حفيد. قبل 2002 قبل 15/11/2002 بالتحديد صاحب المركز المستقر، يعني انا حفيد وموجود في العين. أيوة. واقامتي الدائمه المستقره الهادئه موجوده في هذه الشقه. فلا يجوز ان ايه تخلعني وترميني بره. المحكمه الدستوريه راعت مقومات المجتمع وراعت المصلحه العامه للجميع، وقالت ان انا لو انا ضيعت الناس دول يبقى هضرب المجتمع في اهم مقومات الحياه وهو المأوى. فالمحكمة الدستورية راعت المصلحة العليا. يعني معنى كده ان انا اجرت الواحد من زمان الشقة او واحدة هتفضل معاه طول عمرهم؟ لا حضرتك الحالة اللي عرضت علينا الآن. أيوة. هذه السيدة توفت ومعها بناتها أو أولادها. تمام. يمتد عقد الإيجار لهم. حلو. بعد كده لو هم تزوجوا لا يمتد عقد الإيجار، ينتهي بنهاية الجيل الأول. تمام. واضح. عايزه افهم تفصيله، يعني دلوقتي انا عندي شقه ومأجراها زي مثلا مدام منى، هل انا من حقي ابيع الشقه لحد تاني من غير معلم المستاجر؟ لا، المالك له الحق في ان يفعل ما يشاء في ملكه. لا يجوز ان نضع قيودا على الملكيه. مالك عايز يتصرف في شقته بس انا مستأجراها، باعها باللي فيها، باعها يعني باللي راكبها بالبلدي، يعني باعها بعقد ايجارها، باعها بعقد ايجارها. يعني هذا لا وتنتقل الالتزامات من المالك القديم الى المالك الجديد والعكس. يعني تمام. في حوالة عقد يتحول الحق من المالك القديم الى المالكه الجديده، والمستاجر يفضل بصاحب حقوقه بصرف النظر عن المالك. بقى سين بقى صاد بقى عين بقى عمر ما تفرقش معاه. تمام. طيب مدام منى على فكره استاذ محمد رجعت تاني وعندها سؤال اخر. مدام منى اهلا بيكي للمره الثانيه، وسعداء ان احنا بنسمع صوتك للمره الثانيه يا فندم. ربنا يخليك. انا من فضلك بس كان في سؤال كنت عايزه اتاكد منه، هل يقدروا يرفعوا قضيه شفعه ويشتروا الشقه دي مكان الست دي بما انهم هم كانوا مستفيدين او مستحقين منها قضيه شفعه؟ خلاص يا مدام منى وصل السؤال. هرد على حضرتك. مدام منى شكرا. منتظرينك برضو المكالمه الثالثه ان شاء الله، ما تقلقيش. جاوبي زي ما انت عايزه، في نهارك سعيد يا فندم. ربنا يخليك. شكرا يا فندم. هو يعني ايه قضيه شفعه بس عشان نفهم؟ شفعه في الجار الملاصق. القانون جعل هناك شيء اسمه الشفعه عشان حضرتك انا جارك وجارك ملتصق معك في عقارك من ناحيتين، فما تجيبيليش الاستاذ اشرف من كل الانبور عشان يسكن. فالقانون اعطاني الحق انا في ان انا اخد بالشفعه. حتى في بالمثل البلدي يقول لك الجار اولى بالشفعه. الجار اولى بالشفعه، لكن الشفعه دي لها شروط ولها شرائط ويعني قصه طويله جدا، يعني تحتاج حلقات عشان نتكلم فيها. تمام. السيده منى بتتكلم هل هؤلاء لهم الحق في ان يشفعوا بصفتهم مستاجرين؟ لهم الحق ان يشفعوا بصفتهم مستاجرين، لكن هنصطدم بحاجه لو هذه السيده اللي هي المالكه الجديده اشترت وعدى 4 شهور على شرائها وتسجيلها. لو عدى 4 شهور على شرائها وتسجيلها خلاص ما يقدروش يشفعوا. ثانيا قد يكون الطرفين المالك القديم والمالكه الجديده قد تحايلا على القانون فحددها قيمه اكبر. يعني اشترى ب 15 جنيه لكن كتب في العقد 50 جنيه. فبرضه هنا انا عشان اشفع وفقا للمبلغ، وبعدين لو عايز انازع قصه طويله جدا. قصه طويله جدا.
لكن لو يضاف الى ذلك لو انه البنات اللي هم المستاجرات الان قد تعاملنا مع المالكه على انها مالكه، تمام. يعني المالكه الجديده لو تعاملوا معاها الحق في الشفعه يسقط رضاء، يعني يسقط صراحه او يسقط ضمنا. فالتعامل يعني انا تعاملت مع حضرتك على انك مالكه، خلاص بعد كده ما اجيش اقول لك انا ما علمتش بالبيع وما علمتش بالايجار وما علمتش بكذا، لا هذا الامر مرفوض. تمام. بس لو كان القيمه المكتوبه، قيمه الشراء المكتوبه في العقد هي ال 15 جنيه، يقدروا ساعتها يعملوا قضيه شفعه يقدروا يعملوا اجراءات الشفعه. اجراءات الشفعه ليها اجراءات معينه، يعني القانون رسم ليها نظم معينه، انذار الرغبه في الاخذ بالشفعه، واخده بال حضرتك؟ يعني يروحوا لاحد الاساتذه المحامين، لانه الشفعه دي عايزه نظم، يعني ليها اسطمبات معينه كده، لازم حاجات شكليه نمشي وراها عشان ننفذ هذا الامر. طيب في ناس كتير ممكن تبقى عندها شقه، هنفترض في 6 اكتوبر شاريين الشقه دي ومأجرين الشقه دي علشان مثلا بيأجرينها بقيمه كويسه، قيمه مثلا 10 جنيه مجازا يعني، وهم عايشين في شقه بقيمه ايجار 2 جنيه، هل المالك صاحب الشقه في الشقه اللي انا مأجرها له حق ان هو يطردني بمنطق ان انا عندي شقه بمتلكها وهو عايز ياخد الشقه اللي انا فيها؟ برضه هذا السؤال جميل جدا. كان هذا السؤال من مده ينفع، كان في ماده في القانون، قانون الايجار القديم، قانون ايجار المساكن الاستثنائي اللي هو اصطلح على تسميته انه قانون الايجار القديم. كانت بتحظر او تمنع يعني بالبلدي المستاجر من ان يحتجز مسكنين في بلد واحد الا بمقتضى. بلد از مصر ولا محافظات؟ القاهره الكبرى، القاهره الكبرى اعتبروها بلد واحده. القاهره الكبرى، لكن انا في القاهره وعندي شقه في اسكندريه او عندي في اسيوط، في سوهاج، في الصعيد، في السنبلاوين، في اي حته، هذا الامر جائز. ده طبقا للقانون القديم عشان برضه ما نخلطش الاوراق. الان من حقي ان احتجز 550 مسكن من كيفما شئت، ومأجر وعايش في واحده ايجار قديم، وعايش في واحده ايجار قديم. ده بالعكس، كان قانون الايجار الاستثنائي ده كان بيعطي المالك، يعني انا مأجر لحضرتك وحضرتك اقمت بناء مسكن مكون من 3 وحدات، اقول لك لا تديني مسكني لا تديني شقه عندك بذات الشروط. استاذ محمد، كل لا اسف يا استاذ اشرف، كل المواد دي خلاص ما عادش ليها وجود في قانون الايجار القديم. النهارده احنا دلوقتي بعد 31 يناير 96 بقى في حاجه اسمها العقد شريعه المتعاقدين، يعني ما اتفقنا عليه نافذ. بس استاذ محمد، في التقرير سريعا لان خلاص وقتنا نفذ، في التقرير ردا على كثير من الشباب في التقرير بيقول انه الايجارات الجديده خلتنا مش عارفين نعيش، رايك ايه؟ تعليق صغير. الايجار الجديد له وعليه، هو جعل هناك يعني اماكن كثيره للشباب يستفيدوا منها، اما بشان القيمه الايجاريه اللي مش قادر ما ياخدش. تمام. استاذ محمد راضي المحامي بالنقد، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. قبل ما نروح لفاصل، في حد بس كعبول، انت بعت حل مش مثالي خالص يا كعبول علشان الناس